سماء الفرح، الجزء الثالث. ثمة أشياء تجعلنا ننسحب وراء المرايا، نتردد إزاءها عن اقترابنا من الآخر، فلا نضمن تغير مزاجيته بين الحين والآخر. حدثتني مرة وقالت لي: عزيزتي سهى، قلت لك وأؤكد أن العثور على رجل كامل بات معجزة أو حتى معضلة، فأراك تغوصين بتصوراتك عن رجل يقاربك أو يشابه كتاباتك، وأنت قاصة كما أعرف. لم تدرك حجم المهزلة التي نعيشها وضغوطات الحياة، حيث يختلف الواقع عما نعايشه أو يفترض علينا عيشه والتأقلم معه. فزوجي كان يذهب في بداية النهار ولا يعود إلا في آخر الليل، وأحيانا لا يأتي، حيث وجدت مرغمة بهذه الحياة، فلا خير أمامي سوى أن أحدثه مجسدة استيائي في تأخره المعتاد. فأقول له: لا يمكن تحمل ذلك أبدا. يرد علي: هذه ليست مشكلتي. مشكلة من إذن؟ حينها يصمت، وبعد برهة يطالب بالعشاء، فأنظر إليه بلا جدوى، مستاءة كارهة نفسي معه، كأني أعمل في إحدى الفنادق وأخدم الزبائن. لا قيمة لزواج افتراضي شرعه العرف وكذبه السلوك. لقد حكم علي بالكآبة طيلة وجودي معه، فاخترت الانفصال. كانت حياتي من قبل انتظارا وترقبا، أضعت نفسي منذ إخفاقتي في الحب، والآن يستمر الإخفاق في ظل عزلة شلالية. أجد حالتي لا تختلف عن الكسيح. فلا تتعب نفسك بالحلم يا صديقتي، ما دام داخلي صافيا وفكري في أتم منهوه، فالآخر المكمل لآت بلا شك. أقول لها لترد علي: أقصد لا تفرطي في الحلم الذهبي، حيث تتضاءل مساحات الحلم أمام الواقع المعاش لتصبح أقرب إلى الهذيان. وحين انتهت سلاف من حديثها أطرقت صمتا. رحت أتابع رجف القهوة قبالتها بابتسامة حائرة تنم عن شيء أخفيه بتردد. روان تلك التي رافقتني ذات رحلة مضت منذ أيام الثانوية. روان تلك الفتاة التي رافقتني ذات رحلة مضت منذ أيام الثانوية. أذكر في قراءتي لملامحها آخر مرة كيف عاشت بشكل مؤلم. توفيت والدتها وهي في مطلع ذهابها للجامعة. كانت الوحيدة التي تقترب منها كصديقة وأم حنون في آن، خلافا عن أي فرد في أسرتها، بما في ذلك والدها. وإثر وفاة والدتها بسنة تقدم حبيبها لخطبتها، لكن والدها لم يوافق لأسباب اجتماعية وطبقية وعائلية. وبعد ذلك بسنوات اضطرت لترك الجامعة والزواج والسفر للخارج، وبذلك تغيرت حياتها بالكامل، حيث دفنت في الغربة وطنها، والدتها الراحلة وحبيبها البائس في صدرها. وعادت بعد 5 سنوات من انفصالها عن زوجها لأهلها، وهي الآن أسيرة أشجانها وذكرياتها وأحلامها. أدمنت أشجانها وعاشت حيرتها خلف آلام القهر ومواجهة الماضي. أفقد مرحي حين أتجرأ آهة الغياب من جسد الحزن، وأعيش زخم الحب غير عابئة بما تعانيه ذوات التجارب المريرة. ظل ذلك الشاب لا زال يمتد بشغف صوبي. أنا الهماسة في أذن العزلة،
للبؤس مكانة راقية في ذواتنا، ولملامح عطش الأسى في ترقبه لأمطار الأمل. نافذتي تسترسل بغمض هادر، تطل على المارة، أضم تفاصيل المكان وإزائه في ملامح روان وسلاح، وأسترسل شاردة باتجاه العتمة، غائبة في حلقات التساؤل، منهكة من همومي وهواجسي، حاجتي لحنان الآخر رغم كل ما قيل وقال. أتناول الوقت ترقبا لحياتي القادمة، وأكتب بتأمل كل فكرة، كل جملة أو شبه جملة. أعيش مؤمنة بنفسي، للتعب في ذاتي حكاية، والتنفس في زحمة الهواء لديه تحليق في دنيا الإغماء. تستردني لوهاتي إذ أكتب خاطرة عن بقاع منشورة على هيئة قصة قصيرة، أتنفسها لأبقى أسيرة لحلم ذاك الشاب الذي يسيل قلبه عاطفة وسحرا. أهمس بشجن وأتدلى كغصن زعفران على ساقي. أتلمس الدفء لا أجده إلا حائرا، عبثا أنتشي في بقاع الأسى، حالمة بكون بهيج وسعادة تستلذ من خلالها الروح لتحلق في عالم يحلو معه السكون والتأمل. ذاتي مشدودة للغد حيث يراودها الإحساس بالأمل، وفجأة